جدا مكانها في المرايه. مريم وقتها من الرعب رمت المرايه وطلعت تجري تصحي اهلها، وحكت لهم على اللي حصل معاها بالحرب. اهلها قالوا لها انت تلاقيكي بس بتتخيلي، ادخلي نامي دلوقتي وانت هتبقى كويسه. خرجت مريم من غرفه اهلها ودخلت غرفتها علشان تنام، وحطت البطانيه على وشها من الخوف. واثناء ما هي بتحاول تنام حست بشيء غريب، حبس انفاسها وكان هيطلع روحها من الخوف. البطانيه اللي كانت مريم متغطيه بيها بتتسحب من عليها ببطء. مريم حاولت تتمالك نفسها وتمسك في البطانيه، وساعتها بالفعل البطانيه ما اتشدتش. مريم بعد شويه من كتر حبس نفسها تحت البطانيه اتخنقت، فطلعت وشها برعب من تحت البطانيه وبدات تبص حواليها واحده واحده. ولما امنت على المكان ما لقتش حد، فطمنت شويه ولفت وشها على جنب الشمال وغطته. ووقتها مريم حست بنفس سخن قدام وشها. بتفتح عينيها لقت نفس الوجه المرعب اللي شافته في المرايه، ففضلت تصرخ بشكل هستيري وتنادي على اهلها، والكائن ده عمال يقول لها